لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله حاجة تضحك والله العظيم. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء المدرج الثالثة، يا مساء الفل عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. نبدأ حلقتنا الكوميدية النهاردة. النادي الأهلي ما يستحقش يلعب دوري أبطال أفريقيا. أيوة، النادي الأهلي ما يستحقش يلعب دوري أبطال أفريقيا. ليه؟ ليه؟ عشان ما خدش الدوري. طيب يبقى يلعب في دوري الكونفدرالية، صح كده؟ تمام. ومين يلعب في دوري ابطال افريقيا؟ الزمالك عشان بطل الدوري، وبيراميدز عشان وصيف الدوري، صح كده؟ وكلنا معترفين بالكلام ده. طيب يا مركز ثالث ما ينفعش تلعب في دوري ابطال افريقيا. يا مركز ثالث، يا فريق المليار، انت فريق ملط، انت ما ينفعش تغلب مش عارف مين، انت اقل فريق بيغلبك، انت اقل مش عارف ايه كل ده تمام وزي الفل. تمام. طيب طلع علينا الاستاذ المحترم الاستاذ احمد سليمان، عضو مجلس اداره نادي الزمالك، في البرنامج امبارح يقول لك ايه؟ ما ينفعش الاهلي يلعب في دوري ابطال افريقيا. تمام. ايه اسباب حضرتك يا استاذ احمد؟ الطبيعي يقول لك عشان هو مركز ثالث فيلعب في الكونفدراليه، احنا ابطال الدوري نلعب في ابطال افريقيا، صح؟ ده الطبيعي اللي المفروض يتقال من اي بني ادم. لكن الرد كان مفاجئ وغريب، وهو ايه؟ اصل احنا عايزين ناخد دوري ابطال افريقيا. حضرتك تقصد ايه؟ تقصد ان وجود الاهلي في دوري ابطال افريقيا هيمنعك ان انت تفوز بيها؟ مفيش حل غير كده، مفيش اجابه غير دي. كان المفروض يقول لا عشان هو مركز ثالث فيلعب في الكونفدراليه، لكن خايفين من وجود الاهلي في دوري ابطال افريقيا. حضرتك مش احنا اللي قايلين، ده الاتحاد الافريقي والرعاة هم اللي قالوا دوري ابطال افريقيا مش هينجح غير بوجود الاهلي. تمام. طب حضرتك ازاي تقول حاجه زي كده وجمهورهم طالع فرحان قوي ان هم خدوا الدوري وما يقدروش يتكلموا على حاجه زي دي؟ حد طلع انتقد الاستاذ احمد سليمان؟ لا. حد قال ان الكلام ده غلط؟ لا. تريبيت وبس. اصل الاهلي عنده مشاكل، اصل اللعيبه عايزه مش عارف ايه، اصل هيجوا يحط رجل على رجل وهيطلبوا منه وبس. هو ده اللي جمهور الزمالك فالح فيه وبس. اكتر من كده ما بيقولش. يبص لاخطائه، يبص لمشاكله، يتكلم فيها، يحاول يعالجها، مفيش. طيب الحاجه التانيه، نادي الزمالك بيشكر الكابتن فرجاني ساسي التونسي عشان قبل ان هو يقسط المبلغ اللي عليه. كارثة، قمة الضحك، قمة الضحك فعلا. يعني ايه نادي يطلع يشكر لعيب كان رافع عليه قضية وكان سبب من اسباب الايقاف التأديبي، تطلع تشكره ان هو قبل يقسط المبلغ، مش مثلا يتنازل عنه؟ حتى لو اتنازل عنه، ما في لعيبه كتير قوي اتنازلت عن فلوسها، لا طلع ولا شكر ولا حاجه، لاعب زي قال لي اي لاعب وماشي. بس لا، احنا نشكر ونطلع بيان. حد اتكلم عن حاجه زي كده؟ لا نهائي، ولا حد هيتكلم. بنتمنى ان نادي الزمالك يستمر، نتمنى ان جمهور نادي الزمالك يستمر. يا جماعه ركزوا في ناديكم، ركزوا في بطولاتكم اللي المفروض بتقولوا احنا هنجيبها، ركزوا فيها، ركزوا تشجعوا فريقكم وبس. هتقولوا لنا اصل انتوا مركزين معانا انتوا كمان. احنا عندنا رصيد كتير جدا يخلينا ان احنا نعمل كده ونركز معاكم.
عشان انتوا بتقارنوا نفسكم بينا بس، مش اكتر من كده. شكرا ليكم، طولت عليكم. اتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واللي ما اشتركش يشترك، ونشوفكم على الف خير. السلام عليكم.